امتين الواحد لازم يروح عند فيزيوثيرابيست. شو النفع واحد يكبر عضلاته ويضر صحته ويضر المفاصل تبعه؟ بين البيلاتس والجيم والكارديو والهايكينج ضعنا. إذا الصبية اليوم حابة تفوت وتعمل رياضة، بشو بتنصح أي نوع رياضة عن جد بيفيدها ولازم تكون عم تعمله؟ ما يجي يفكر انه انا بس لازم اشرب بروتين شيك تكبر عضلاتي، مع انه هيدا الشيء غلط. وشو خبرية السبور؟ الواحد كل حياته بيضل يعمل سبور؟ بالنهاية الحركة بركة. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من آخر طابق. اليوم في معنا جو عطلة، فيزيوثيرابيوت وصاحب كلينيك ريبوست. جو، نحن بتعرف بحوارنا نحن وياك عم نحكي عن مواضيع خاصة بالعضلات، بالرقبة، بالكتفات، بالمسلز. نحن بآخر طابق بهمنا الصحة الجسدية والنفسية تبع الشخص. نحن حابين هيك شو فيك تعطينا إرشادات للناس تتبعهم حسب الأعمار. مقسمين لك الأسئلة، بنبلش بالولاد الصغار، بنرجع بننقل لهيك التينيجرز، وبنرجع بنروح للأعمار الكبيرة. اكيد. اول شيء ميرسي لاستضافتكم. بتعرف نحن لهيدا الجيل، خصوصا الجيل الولاد والمدارس كمان زادتها شوي، صار كل وقت الولاد على سكرينز، على السيلولارات، على اللابتوبات، على الايبادات. شو فيك تقلنا اول شيء، كيف لازم الواحد يتصرف بهيدي الشغلة؟ اول شيء اذا الولد اضطر يقعد على السكرين، اول شيء ما يتخطى قعدته 20 ل 30 دقيقة ماكسيموم. واهم شيء لقطة السكرين، يعني ان كان لقطة تابلت ام لقطة تليفون. فرجينا كيف انت مثلا تخيلها تابلت او أوكي. سيلولار، كيف لازم؟ مثل ما اتفقنا، قعدة الظهر مرتاحة، لور باك دائق، كتافي منن عاليين واطيين، نلقى التليفون. اهم شيء اذا في سبور لطاولة بيكون بعد احسن، اذا لا بنحط كوسان بهالبوزيشن. افترضا ايدي هي الكوسان، حطيت لقيت ايدي سكرين بعيدة عن وجهي تقريبا 45 سنتيمتر، نظري ستريت عليها. بطلت رقبتي نزول بهالوضعية المضرة، صارت جالسة. اوكي، هون بنكون مريحين الرقبة والظهر. في كمان جو قصة الشنطة عند الأولاد. بتعرف هيدا الجيل بيحمل 10 كيلو على ظهره كل يوم. قد ايه الشنطة بتأثر على ظهر أولادنا؟ اكيد هيدي مشكلة بنعاني منها كتير. بيجونا كتير كيسز ولاد عندهم مشاكل ظهر كله من ورا الشنطة، والاهل للاسف ما عم يكون عندهم المعلومات الكافية، مع انه هي شغلة سامبل. دايما وزن الشنطة اذا بدنا نبلش فيه مش لازم يتعدى 10 ل 15% من وزن الولد. هيدي اول شي. يعني تنقول ولد لتسي عمره شي تقله شي 40 كيلو، مش أو لازم يكون حامل اكتر من 5 كيلو على طب الظهر. ما هي اكيد اكتر. هو الولد يعني عمره 5 سنين عم بيكون حامل 5 ما كيلو شيء هيدي على بس ظهره. ما خص الاهل كمان، خص اذا شيء اداره المدرسه، مية مش هيك؟ بالمية. هون بدهم بدنا يلاقوا نجرب. شي طريقه. صح، إن كان يخلي كتبه قسم بالمدرسة، عم يس. يصير يقسمهم كل يوم بيومه بالبيت. يعني انتم عم تلاحظوا هيدي المشكله أكيد موجوده؟ هاي أكيد. المشكله موجوده. تاني شغلة دايما السترابس تبع الباك باك بدهم يكونوا عندهم شوية كوشن، يعني لما ينقوا نوع الشنطة ما مثل تكون السفنجة. الستراب يكون في مثل سفنجة تتخفف بريسيون على الترابيز. والأهم من هيك دايما إذا بتلاحظوا كان في موضة دارجة إنه الأولاد بيفلتوا الشنطة لتحت تصير تدندل وتخبط على ظهرهم. هذا الشيء كتير بيضر. لازم دايما تيكون الوزن أخف على الظهر يكون أقرب شيء على جسمنا. يعني بدها تكون الشنطة شادينا على الآخر، مقرمينا قد ما فينا على ظهرنا. ودايما حتى طريقة ضب الكتب كتير مهمة، يعني الكتب الثقيلة بدهم يكونوا بأول جيبة، الأشياء الخفيفة بدها تكون بالآخر. هول الاشياء الاساسيه اللي لازم ننتبه عليها. طيب كمان جو، في اشياء على طول من نسمع عنها، هيدا الاجرو، هاي بسمعها من نحن وصغار، بنسمع الخبريه هيدا الصبي اجره بلا، وهيدا الصبي اجره عامله ارك او مدري شو فيك تخبرنا عن الموضوع كرمال الاهل يعني كيف يتصرفوا؟ كرمال الفلات فيت الاهل بيعطلوا همها. هلا هي بالكرواسانس بالعمر النمو طبيعي يكون في عنا فلات فيت، برجع شوي شوي بصير في عندها كيرف. هلا اي متى لازم ينتبهوا من الموضوع؟ عم لازم يستشيروا الطبيب ام فيزيوثيرابيوت.
لما يلاحظوا عنا اجر فيها كيرف واجر فلات، يعني كل وحدة غير. بتصير هالحالة. بتصير. اوكي. تاني شغلة لازم ننتبه لها أكيد إذا الولد عنده وجع إن كان بالكاحل أم بالركبة أم بالورك، هون كمان لازم يستشير طبيبه أم الفيزيوثيرابيوت. تالت شغلة إذا ملاحظ بمشيته مثلا عم يمشي عروس أصابيعه، في عرجة بمشيته ما عم يقدر يركض، خصوصا يمات وقت يبلشوا فوتبول أو سبور بالمدرسة، لازم هون كمان حتى المدرسة تنتبه، أستاذ السبور ينتبه إنه هالولد مش قادر يركض، مش لأنه هو ما باله، هو يمكن عن جد مش قادر يركض. هيدي شغلة مهمة. وأكيد إذا عم لاحظ بالشوز عم يصير في مثلا حف بس من البارتي الأمامية تبع الشوز، لأنه ما بترجع بس قصة إنه فلات فيت لا، بترجع كمان إنه في أولاد بيكون عندهم عضلة الكاف ماسل شادة كتير، بيضطروا يمشوا على رؤوس أصابعهم، هيدا الشي ما بيسوى، بتتغير مشيته كلها. وأكيد إذا في ديفورماسيون بأصابعه. جو، حكيت عن الفوتبول بالمدارس، بتنصح انه نحن نسجل اولادنا كمثلا يعملوا اكتيفيتي فوتبول بس او مثلا باسكت بول، ولا لا بتفضل انه الولد يضل على اذا بدك على الطبيعه، يعني يطلع على الشجره يلعب بالطبيعه، مش انه نكون على عمر صغير بلشنا نمرنه فوتبول مثلا؟ هلا اكيد شو بيقدر يعمل حركة الولد بيكون كتير منيح، ان كان بالفوتبول ام بالباسكت ام حتى يظهر يركض بالطبيعة. هلا الفرق انه بالفوتبول عم يتعلم زيادة ديسيبلين، عم يتعلم زيادة كورديناسيون، يعني طريقة شوط الطابة، كيف يكون عنده البالانس على رجل وحدة، كيف طريقة الشوطة. عم يصير في مثل اذا بدك تطور بالسيستم نيرولوجيك اكتر والكورديناسيون تبعه، مع انه بالطبيعة كمان بنطنط وركض واشياء الامور كتير مهمة. تعربش. ايه كتير مهمة كمان، يعني اثنيناتهم عندهم الافانتاج تبعهم. اهم شيء انه الولد بالنهاية ما يكون قاعد بالبيت وقاعد على الشاشة وما يعمل شيء، يعني عنده اول 15 سنة من حياته بده يكون دايما عم يتحرك، عم يركض، عم بينط. يعني إن انتم بوجود هالايام اللي عايشين فيها كله على سكرين مثل ما عم تقول، وديفايس ولابتوب واتسترا، عم تلاحظ انه سوري يعني زايدين زبوناتكم من وراء هالحياة اللي اكيد عايشينها اكيد، ولا؟ يعني انا صرت عم اتفاجئ انه عم يجوني كايات اولاد عم يكون عندهم دوخة قوية، بيفكروا الاهل انه عندهم مشاكل بدينان، بياخدوا عند حكيم دينان، بتطلع انه المشكلة قعدة التليفون وقعدة البيت، عضلاته ضعاف كتير، عم بيشنجوا كتير حتى عم يأثروا على الدوخة. غير قصة انه النمو تبعه عم يكون غلط، البوستير تبعه عم تصير غلط، عضلاته ما عم يعملوا ديفلوبمون مزبوط. يعني هيدا الولد بعد 10 سنين لما يبلش يصير عنده شوية أشغال وهيك، المفاصل تبعه ما قدرت ما حتتحملها، لأنه اوريدي من هو صغير ما نمى هالعضلات. يعني فينا نقول هيدي صارت مثل بانديميك، أكيد. خلص بكل العالم بكل الأجيال ما هالشغلة موجودة. 100%. طيب جو، خلينا ننقل للتينيجرز يلي هن الأعمار تنقول 12 13 ليصيروا ادلتس. بتعرف في ناس هون بيصيروا يحبوا خصوصا الشباب بدهم يفوتوا على الجيم ويحملوا اوزان واتسترا. اول شيء بتنصح انه التينيجرز اعمارهم 13 14 15 يفوتوا على الجيم، واذا بدهم يفوتوا بيحملوا اوزان ثقيله دغري، شو بتنصحهم؟ أنا أكيد بنصحهم يفوتوا على الجيم. الأولوية لإلهم يكونوا عم يتحركوا. هلا إذا حدا مش حابب يفوت فرق باسكت فوتبول، أكيد مهم يفوت الجيم. بالجيم عنا الفرق إنه ولد عمره بين 12 و 18 سنة ما في يفوت يتمرن كيف ما كان، ضروري 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 يكون في سوبرفيزيون عليه. يعني هو لا بيعرف بالإكيبمون، في يروح حاله بس بمجرد يكون مفكر الأكس ثابت يقع عليه، كمان في يكون مكنة ما يعرف يستعملها يأذي حاله. هاي أول شغلة. هلا تاني شغلة كرمال الأوزان بالجيم، مش من العالم بتفكر إنه ولد فات على الجيم خلص بده يحط أكس وينزل 50 كيلو، لا. الولد في يفوت مع سوبرفيزيون مع بيرسونال ترينر، يعمل له تمرينة تكون مركزة أكتر على أشياء اندورانس، تكون فيها بودي ويت اكسرسايز. دايما ولد بين ال 12 و 18 كتير مهم هالشي، لأنه هالشي بيقويله البونز، بيصيروا الدنسيتي تبعهم أقوى، الليجامونات بيقوى عنده، التندون بيقوى، العضلات بيقوى،
البوستير تبعه بتتحسن. هون دايما بتجي شطارة البيرسونال ترينر، يعرف ينقي له التشويسز المضبوطين. في عنده فوق ال 100 تمرين بيقدر يعمله بادي ويت بلا ما يحمل شيء، وبرضه الولد بيقدر يحمل وزن ما يتخطى تقريبا 15% من وزنه، وعلى اساسها شوي شوي بيقدر يزيد حتى الوزن. جو طيب هيدا الولد يلي فات على الجيم وعم يتمرن لازم يكون عم ياخد قصص مثلا مثل كرياتين فيتامينات غير عن الولد اللي ما عم يتمرن بالجيم؟ انا بالنسبه لإلي لا، الولد لازم نعمله education. اول شي نعلمه على الدايت بلان تبعه، يعني نعلمه شو يعني بالاول البروتين، شو يعني الكربوهيدرات، تيبلش هو يكون عنده education على هالشي. ما يجي يفكر انه انا بس لازم اشرب بروتين شيك تكبر عضلاتي، مع انه هيدا الشي غلط. وهون برأيك المدرسة لازم تكون عم بتزيد إذا بدك ماتير مرة بالجمعة تكون عم تعلم الأولاد النوتريسيون؟ اكيد. هلا في كتير صاروا العالم يفتحوا على السوشيال ميديا يشوفوا دايتيشن، صار في توعية شوي اكتر. بس الولد بالنهاية يعني ما في يكون عم ياخد كرياتين عشوائي، ما في يكون عم ياخد واي بروتين عشوائي. بترجع لموضوع عميق اللي هو انه طالما اكله منيح وشربه منيح ليه بده يجي يفوت سيبليمون وكرياتين، حتى لو كانوا هن دراسات بيقولوا لك انه منيح. بس كوتش الكوتشية بالجيمز انت بتعرف يعني على طول بيبين الكوتش انه هو افهم منه لهذا الشاب، والكوتش طبعا في من وراه ناس عم بيقولوا له بدايته كل الوقت اعطيه شيكس واعطيه كرياتين واعطيه بروتين واعطيه خبار. واوقات في ناس بيروحوا لاشياء كتير سيئة، لمنشطات واشياء انت بتعرف يعني صحيا عم، وخصوصا بلبنان اخر فترة سمعنا مشاكل بالدول العربية كلها، سمعنا مشاكل صح. انه يعني برأيي انا لازم يستشير واحد طبيبه بلس ديتيتيسيان تبعوله. اكيد في كتير اولاد حتى عالم عمرها بين 18 وال 20 سنة بفوتوا بيقروا انه الكرياتين ما بيأذي وعليه دراسات، وهذا الشيء مزبوط. الكرياتين اكتر سيبليمون عليه دراسات واكتر شيء امن، بس برضه في يكون عنده مثلا مشاكل كلوي، مشاكل صحية، ما بيسوى ياخد كرياتين، ام حتى ما بيسوى يتخطى كمية بروتين معينة بالدايت بلان تبعه. ما فينا نجي نقول انه الكرياتين بيضر، ما فينا نجي نقول انه الواي بيضر. هو هل يا ترى بحاجة لإله؟ هل يا ترى اكله منيح؟ يعني انا بالنسبة لإلي اذا بدي اعطي نصيحة لحدا بقول له اكيد ما تقرب صومه لانه انت مش عايزهم، يعني خصوصي انه عمره بين ال 18 وال 20 سنه. بقول له انت بالعكس كل اكل صحي لانه حتستفيد مش بس من البروتينات، حتستفيد من الفيتامينات طبعا. ليه بدك تيجي تلغي اكل الصحي وتشرب بروتين شيك مثلا؟ هلا اذا حدا واعي وعنده الاديوكاسيون بيقول لي معك حق، انا عم احسب البروتين انتيك تبعي اللي عم احسبهم اعمل لهم تراكينج، ايمتى بينقصني بار اكزامبل 30 جرام بروتين بنهاري ساعتها بشرب الواي. بقول له 100% هذا الشيء الصحيح، بس مش يجي واحد يقضيها بس على الواي كل النهار. أكيد. طيب جو بعد خلينا ننقل هلا للاعمار الادلتس، وخلينا نبلش ب يعني الناس اللي بلشوا يشتغلوا. بتعرف هالايام اكترية العالم شغلها من 8 لل 5، 8 ساعات 7 ساعات كل وقت عود. شو لازم يعملوا؟ وفينا نحط اذا بدك مثل ندق ناقوس الخطر من هالحلقة. قعدت بشغلك على 8 ساعات كل يوم اكيد رح بتضر لك جسمك. اعطينا شوية تفاصيل لهون، وهل لازم الواحد يروح على الجيم اذا كل وقت شغله ما في حركة؟ اكيد. وهلا صار في دراسات عم تبرهن انه الموظف اللي عنده قعدة 9 ساعات أو حتى 8 ساعات بمكتبه عم تقصر له من عمره لل20 و30 سنة، لأنه هو ما عم يقدر ينمي العضل، ما عم يقدر يحسن الأورجنز تبعه. بمجرد ما واحد يقعد وما يرجع يعوضهم بالتمارين ويعوضهم بالسبور، عم بالركض عم بالمشي، هو عم يقصر من عمره 30%. بقى هيدا الشي العالم ما عم توعى عليه، عم تفكر انه اوكي بقعد انا ما علي بروح برجع برتاح بالبيت. هو شي كتير مضر، خصوصي هلا بفحوصات الدم مثل ما بيطلعوا لك على الكوليسترول والتريغليسيريد، صاروا يطلعوا على الماسل ماس، قد ايه في برسنتاج ماسل بجسمك. وهيدا انديس كتير مهم. كل ما تكون الماسل ماس عندك اعلى، كل ما تكون الاميونيتي احسن عندك، كل ما تكون صحتك احسن،
عندك ريزرفوار فيتامينز ونوترينت أكتر بكتير، لأنه بالنهاية العضل هو كمان ريزرفوار للدم. انت بتعرف نحن شعارنا باخر طابق النوم، الاكل الصحي والرياضه. يعني بترجع تذكرنا انه اهميه الرياضه والحركه خصوصا لاخر حياه المودرن، 8 ساعات 9 ساعات قاعده بالمكتب. في كمان جو الصبايا يلي بيروحوا على المكتب بالكعب وبيضلوا كل هالوقت لابسين الكعب. هل الكعب آمن للصبية تلبسه كل يوم كل يوم؟ أكيد لبس الكعب لوقت طويل مضرة، لأنه بالنهاية عم يتغير الويت على ظهرها، على المفاصل تبعها، خصوصي على كاحلها وركبها. يعني هيدا الشي بحط سترين على الليجامنتس وعلى التندن، وفي عندي إصابات عم يجوا عندهم وجع كتير قوي بيقولوا لها بالعربي بطة الإجر، من وراء قصة الكعب. وحتى بعد أكتر من هيك هو وجع الظهر. كرمال الواحد تنقول عمل سبور وحب يرجع يروح مثلا يعمل سونا، او اوقات بتشوفهم تعرف سوشيال ميديا وسيلبرتيز وهيك، بصير مثلا بتلاقي كريستيانو رونالدو بيتحمم بينزل بجات ثلج ايس كذا. شو اول شيء بتنصح بالسونا، بتنصح بالثلج بعد السبور؟ أنا دايما بنصح بالأشياء البازيك، لأنه البازيك هي أهم شيء، اللي هي نومك، أكلك، شربك، طريقة التمرين. هولي واحد إذا ما انتبه لهم ما عم يستفيد لو شو ما عمل. هلا بترجع إذا بدك تحكي كسونا وككريوثيرابي، فيها كالكو افانتاج، بس منا البريوريتي. يعني هي بتنعد 5% من هول الاشياء البازيك اللي حكينا عنهم. بقى هون بترجع للشخص انه لا، لازم يرجع يوعى، ما يوجع راسه بهول الاشياء التفاصيل الصغيرة، يطلع على نومه اكله شربه والبروجرام تبعه. هلا شخصيا انا بحب السونا بعملها، اكيد إلها رولز معينين. كل شخص مثلا مش لازم يتخطى 10 ل 15 دقيقة فيها، لازم يكون شارب كتير منيح مي، مش لازم يكون عنده مشاكل صحية. ما فيهم الأولاد يفوتوا حتى على الصونة، يعني في لها رولز معينة. ونفس الشيء للكريوثيرابي، ما فيك تجيب واحد عنده مشاكل صحية وتنزله بآيس بس. وهلا هالفترة اللي عم يصير انه عم يصير في تشالنجز، مثلا مين بيضل اكتر بالمي، وهذا الشيء مضر. يعني بيكون واحد عم يتحدى التاني ويمكن عم يعمل مشاكل لقلبه. هول تشالنجز مشكله العالم، هول أي. تشالنجز. طيب جو في كتير ناس بتعمل سبور وبتحمل أوزان وبتعمل كارديو، بس بتقلك إنه الستريتشنج مش مهم، ما بيعطوا كتير أهمية للستريتشنج. برأيك قديش مهم الستريتشنج وبيحمينا من أوجاع بجسمنا؟ الستريتشنج كتير مهم، وهون بترجع كمان لشو تمرينته للشخص. هلا في عنا مثلا البادي بيلدر، إذا ما نحكي بس بروجرامه تكبير عضل، هون كتير ضروري عنده الستريتشنج. يعني بنشوفهم بيكونوا بادي بيلدرز بيكونوا عضلاتهم كتير كبار بس مش قادرين يعملوا صح. ستريتشنج شي بسيط. شو النفع واحد يكبر عضلاته ويضر صحته ويضر المفاصل تبعه؟ هون كتير مهم من بعد بروجرامه بالجيم يقطع مينيموم 10 دقايق ستريتشنج لكم عضلة. ما عم نحكي يقعد يفصلهم كل عضلة بعضلتها، يقطع مثلا ستريتشنج للهامسترينجز للباك، يقطع موبيليتي دريلز. لما بترجع بس انه انا عملت ستريتش، بترجع انه قد ايه انا المفاصل اللي عندي فيها ليونة. لازم يقطع موبيليتي دريلز للهبس، اهم شيء موبيليتي دريلز للسباين كلها ولكتافه. وهيدا الشيء بخليه يعمل بريفنشن لانجريز وما يضطر يشوف حكيم ام فيزيو. جو بتعرف اوقات الواحد بيصير يعمل هيك وهيك، يطق رقبته هيك ويطق رقبته هيك وايديه وكذا، هل هالشي بينفع او بيضر؟ طقطق فور اكزامبل النكلز الايدين، منه مضر. برهنوا الدراسات انه ما بيعمل ارتروز. بالنسبة للرقبة هون الموضوع بيختلف، لأنه إذا حدا كل 10 دقايق عم يطق رقبته عم يحطها ببوزيسيون مأذية ويشد عليها، هون الليجامنتس مع الوقت عم يصير فيها لاكسيتي، وبرضه في يأذي العضل والتندن. يعني أنا دايما بعطي نصيحة لمرضاي إنه هن معودين يطق رقبتهم، بقلن جربوا قد ما فيكن خففوا الفريكونسي، وإذا اضطريتوا بدل ما تطقوها قوموا اعملوا مثلا ستريتش خفيف، عم موبيليتي دريل، عم بكل بساطة بس حركوا على الخفيف الرقبة، مش إنه تكعموها كعمة. جو أنا بدي أسألك سؤال،
بين البيلاتس والجيم والكارديو والهايكينج ضعنا. إذا الصبية اليوم حبت تفوت وتعمل رياضة، بشو بتنصحها؟ أي نوع رياضة عن جد بفيدها ولازم تكون عم تعمله؟ أكيد جميع الرياضات مهمين. هلا إذا بدنا نعطي البريوريتي نعطي للسترينث تريننج، وأكيد يكون بقلبه في بروجرام منظم، يعني نكون عم نشتغل على الكور، نقوي معدتنا، نقوي كل عضلات الكور، نشتغل على الويت ليفتنج، لأنه هيدا الشي خصوصي عند البنات من بعد المينوبوز عندها الأوستيوبوروز، العظم تبعها حيصير أرق مع الوقت. هون كتير بتجي أولوية الويت ليفتنج، نحمل أوزان. أكيد البي تي بده يحط لها إياهم بطريقة منظمة، ويحط لها بروجرام يبلش لها مثل ما اتفقنا بودي ويت، برجع يحمل بروجريسيف اوفرلود بيقولوا لها. يعني هي بهيدا العمر لازم وضروري تكون عم تحمل أوزان، ما بيكفي بس وزن جسمها. اكيد تا العظم يقوى ويصير فيه دانسيتي اكتر، ضروري 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 يكون في تنشن عليه، يكون في ويتس. يعني نحن نرفع الويت الثقيل، نحن مش بس عم نقوي العضل، عم نقوي عظمنا كمان. 100% عم نقوي عظمنا، عم نمنع لبعدين اصابات، عم نمنع لبعدين كسورات، خصوصا لما البنت تصير بعمر كبير، مثل ما عم نسمع هلا مثلا ستنا وجدنا مثلا كسرت وركة هي وماشية. هيدا بيرجع قصة انه ترقق العظم. جو، خلينا نقول للثالث فاز اللي حكينا عنه، الناس الأعمار خلينا نقول بعد ال50 let's say. هون بيوعوا ناس مثلا بيقول لك يا ظهري عم يوجعني، وعيت اليوم مش قادر بقى. شو بتنصح هول الأعمار؟ هلا خلينا نركز عليهم. شو بتنصحهم يعملوا؟ هل لازم يضلوا يعملوا سبور؟ وشو خبرية السبور؟ الواحد كل حياته بيضل يعمل سبور؟ اكيد هون بتجي اهمية السبور والويت ليفتينج والتمارين والستريتشنج، لانه هو الشخص اللي عمره 40 سنة عم بيقوم الصبح عم يوجع ظهره بكل بساطة لانه عضلاته كتير ضعاف وكتير مشنجين، والعضلة حتشنج لما ما تكون قادرة تحمل لود الجسم. يعني بار اكزامبل زي ما نحكي عن عضلة الترابيز، لما واحد يكون كل نهار ماشي وعم يشتغل على مكتب وعم يسوق، هون هالعضلة عم تجي تحمل وزن راسنا. إذا هي كانت معودة تحمل 10 كيلو أو 15 كيلو، مع العمر العضلة بتضعف وبتتعرض لستريس. إذا ما إجا الشخص قواها، هي حتصير عم نطلب منها فوق طاقتها. يعني بار اكزامبل انت قادر تحمل دمبل تعمل بايسبس قادر دي كيلو، جيت انا اعطيتك دمبل 20 كيلو، حتحملها ابو 5 دقايق ماكسيموم، ومن بعد ما تشيل الدمبل حتقول لي اخ ايدي وتضل توجعك على 3 ايام. فنفس الشيء لكل العضلات. عضلات الظهر دائما بدهم ليونه وبدهم تقويه، وعضلات الرقبه نفس الشيء. وهذا الموضوع بيتجاهلوه العالم. في منه حتى مرضى بيجوا لعنا بنرخيلهم اياهم نعملهم ستريتشنج، بيرتاحوا جمعة بيرجعوا بيجوا لعنا والسيكل بيكمل. وهيدا السيكل ما بيخلص غير ما يكون في ريديوكاسيون مزبوطة، يخلص بارتي الترخية والستريتشنج وينقل دغري نبلش نقوي له العضلات. جو في ستات البيوت مثلا بيقول لها حكيمة بدك تعملي رياضة، بتقول له يا حكيم بس أنا كل نهار ضلني عم بحرك، بعد بدي اروح اعمل رياضه. فهون بدي منك هيك تفسر لهم انه قد ايه انه الرياضه برايك هي بتريح الجسم. يعني احنا بنكون عم نتعب بالنهار، مش انه عم نعمل رياضه. شغل البيت غير كليا عن التمارين اللي بتنعمل. شغل البيت يعني ما عم ينمي العضلات، ما عم يرجع لها الليونة، ما عم ينعمل لها موبيليتي للمفاصل. مع انه بالتمرين فيها تكون عم تقطع تمارين ليونة، تكون عم تقطع تمارين ستريتشنج، وفيها اكيد يعني لازم، مش فيها لازم تكون عم تقوي كل عضلة بعضلتها، عضلات المعدة، عضلات الكور، عضلات الظهر. هلا هي بالبيت بحركتها وشغلها فعليا ما عم تقوي شيء، فعليا عم تعبوا للعضل. طيب جو، امتين الواحد لازم يروح عند فيزيوثيرابيوت؟ شو الحالات؟ بالنسبة لإلي لازم الفيزيو يشوف لازم الشخص يروح عند فيزيو دايما تيضل يعمل بريفانسيون. يعني بار اكزامبل أول شيء إذا بعد ولا مرة رايح عند فيزيو لازم يروح حتى لو ما عنده أوجاع، جس لأنه هو بالأسسمنت تبعه بيقدر يشوف مشاكل بعد منها صايرة، وبيعمل له بريفنشن لإلها قبل ما يصير عنده ديسك برقبته، ديسك بظهره. هيدا الشيء مهم.
ودايما الشخص إذا عنده ضغط شغل ومش قادر كتير يعمل mobility exercise وتمارين، لازم يقطع une fois par semaine des séances physio تيضل محافظ على الليونة، وهيدا الشي كمان بيخليه يرتاح مع الوقت ويشجعه أكتر على التمارين. في الناس اليوم الكبار بالعمر اللي صار عمرهم خلينا نقول فوق 60 سنة، اليوم فيهم هن بهيدا العمر بعد ما فاتوا ولا مرة على الجيم، فيهم بهيدا العمر يفوتوا على الجيم ويبلشوا يحملوا أوزان؟ أكيد، وأنا بشجعهم على هيدا الشي، عشرت أكيد يكون معهم personal trainer فهمان بالكا تبعهم، إنه هون كمان بس نصير بهالعمر ما بدنا ننسى مشاكل السكري، مشاكل الضغط، إذا في بايس ميكر، إذا في مشاكل تنفس، الأكسجين ليفل تبعهم. سو هون بترجع لقديه البيرسونال ترينر شاطر. وأنا اللي بلاحظه إنه العالم الكبار بالعمر بار اكزامبل عندي باسيونات بيبقوا عمرهم صار ب80 بيكسروا وركن، بيعملوا فيزيو، بيكتشفوا من بعد هالوقعة قديه مهم السبور وقديه مهم التمارين، وبيصير لا بيصيروا هن مشجعين وملتزمين يعملوا تمارين بالبيت. وهون بتجي لشطارة الفيزيوثيرابيوت انه يعملوا education ويعلمهم كل يوم كل يوم كل يوم يكون عندهم تقريبا 20 مينوت ل 30 مينوت هن يعملوا تمارين لوحدهم. تيتا تبعي صار عمرها 80 سنة وأنا بحبها كتير وحابة إنه ضلها إن شاء الله عمرها يكون بعد أطول لل100 وأكتر. كيف فيي أنا حافظ لها على صحتها برأيك؟ هون بتجي أهمية الموضوع اللي عم نحكي عنه اللي هي التمارين، الرياضة، الستريتشنج. مش إذا تيتا صار عمرها 80 خلص إنه مش لازم بقى تتحرك وما حتستفيد، بالعكس لو قد ما كان عمرها لو مبلشة على 90 سنة حتضل تستفيد، وحتى صحتها بتتنشط كتير. يعني اللي حتى إذا عندها مشاكل صحية إن كان بالتنفس أم مشاكل ضغط أم سكري أم مشاكل بالقلب، إذا عمل ريإديوكاسيون مزبوطة تتحسن. ودايما مثلا أنا بيهمني أهلي حتى أول ما يصيروا بالخمسين يبلشوا ويت ليفتينج، يبلشوا تمارين، يبلشوا مشي، يبلشوا يفوتوا هالحركة على جسمهم. بالنهاية الحركة بركة، يعني تنطول بعمرهم. هيدا الحل اللي هو كتير هين، بس العالم للأسف ما عندها التوعية الكافية لهم. فكرته انه اوكي شوية حركة ما حيتغير شي، انه هو بيعملنا بريفنشن للسكري، بيعملنا بريفنشن للضغط، بيعملنا بريفنشن لكل الأمراض. طيب جو، بنهاية الحلقة إذا بدك تعطينا مثل ملخص لكل الأعمار، شو لازم الواحد يعمل من ناحية اللي أنت بتشوفها كفيزيوثيرابيوت تما نوصل للمشكلة للإصابات اللي هن، شو لازم الواحد عطول يضل عم يعمل؟ أول شي يتجنب القعدة طويلة، إذا كان موظف مكتب كل نص ساعة يقوم يتحرك، وبس يخلص شغله اللي هو ما في يهرب منه يروح يعود هالقعدة الطويلة، إن كان بالمشي، بالركض، بالجيم، بالفوتبول، بالهايكينج. مهم يحرك حاله. كل شخص بالنهاية عنده البروجرام سبيسيفيك تبعه، ما في يعمل بروجرام جاره، بروجرام حدا بعتله إياه. لو حتى تمارين سهلة، لأنه باسيون عنده مثلا ديسك بظهره ما في يجي يعمل تمارين صالي مثلا اللي هي كتير فلكسيبل وكتير موبيل، بيأذي حاله. مش هيك نحن دايما بنشجع على التمارين وبنشجع على الاكزرسيسات وبنقول انه تحركوا وشوفوا اونلاين شوي، بس بالنهاية طب واحد يكون ماشي على الطريق المضبوطة بده يشوف مختصين، بده يشوف بيرسونال ترينر، بده يشوف فيزيوثيرابيوت، واذا عنده مشاكل صحية اكيد بده يشوف حكيم. يعني الشخص كل قديش هو مثلا شخص لازم بالسنة يزور حكيم أسنان؟ كل قديش لازم يكون عم بيزور فيزيو؟ بالنسبة لإلي مع هالمود دو في اللي هو كتير سيدانتير لازم يشوف فيزيو المينيموم مرة كل شهرين، حتى لو ما عنده ولا مشكلة. كل شهرين؟ يس، حتى لو ما عنده أوجاع، لأنه عم يوصلوا لعنا المرضى بوضع كتير متطور، وهون عم تجي مشكلة انه دغري بدهم يضطروا يعملوا عملية، دغري بدهم يضطروا ياخدوا ادوية وكورتيزون وانتي انفلاماتوار. جون، احنا هلا من زمان يعني بتعرف انت وظيفة الفيزيو هي وظيفة جديدة نوعا ما مثل البسيكولوج، مزبوط؟ يس.
من زمان يعني بتخيل كان المود دو في ما كان حدا يعني إذا بدك يعوز فيزيو، بس حاليا نحن أكتر شخص عم نزوره هو الفيزيو. رجعنا هي من وراء قصة المود دو في تبعولتنا 100% من ورا المدة فيه. قديما كانوا جدودنا يشتغلوا بالحقلة، كانوا يقطفوا بالشجر. يعني دايما أنا بعطي إكزامبل على مرضاي، مجرد ما حدا على رقبته عم يقطف من الشجرة، هون مثل كأنه عامل ستراتش لإيده ستراتش لرقبته، بطل قاعد بالقعدة اللي نحن قاعدينها اللي بيقولوا لها تيرتل نيك. وهون أنا دايما حتى بقول للأولاد الصغار ما تكونوا مثل التيرتل، يعني كل 20 مينوت عملوا تيرتل تشيك اللي هي بار اكزامبل ولد قاعد على سكرين اذا رقبته لقدام هيك صار تيرتل. سو دايما بنقول له لا جلس علم. جو، لكن نحن بختام هالحلقة بكلمة واحدة منلخص كل شيء انت عم تقلنا اياه بكلمة واحدة: خليك عم تتحرك، خليك عم تحمل شوية اوزان، خليك عم تعمل ستريتشنج، ضروري، والا مضطر تروح عند الفيزيو، ولا مضطر تعمل عملية. والا مضطر تروح على عملية. صح. ميرسي لك جو. ميرسي لكم. جو. أكيد في كتير ناس رح تكون عم بتحب تتواصل معك، وين فيهم يكونوا عم بيلاقوا معلومات؟ انا على البيج عندي على انستغرام فيري اكتف، وبنزل فيديوهات بيستفيدوا منها العالم، وحتى مقسم كاتيجوريز. يعني مثلا حدا حابب يقوي اللور باك تبعه، عامل لهم فيديو بلش بليفل خفيف لتقوية وجع الظهر. هون بنرجع اكيد انه مش حيلا شخص بيقدر يعملهم، بس اذا بده يبلش بشي بيقدر يبلش بهالخطوة، واذا بده يكون اكتر ادفانسد يشوف فيزيوثيرابيوت وهو يعمل له البروجرام السبيسيفيك تبعه. كتير منيح. ثانك يو جو. ميرسي جو. إذا حبيتوا الحلقة ما تنسوا تعملوا لنا لايك شير وفولو على تيك توك انستغرام وفيسبوك. في كتير ناس عم تحضرنا على يوتيوب عم تنسى تعملنا سبسكرايب. بليز اعملوا سبسكرايب للشانل لنضلنا مكفيين بهيدي الميشن تبعنا. بنشوفكم بالحلقة الثانية.